ما المقام المحمود؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ يعني هل تعرفون السبب؟ هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الأولين والآخرين فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو الشمس أي من الرؤوس. نعم، تصور الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، وتصور جهنم قد أتي بها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور معي هذا المشهد: تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فينظر بعض الناس لبعض ويقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقولون آدم، فيأتون آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. ولا أريد أن أقف مع ذنب كل نبي من الأنبياء، إلى أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، وقد يلتبس الأمر على بعض أولادنا وبناتنا. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. نوح الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه، ما ذاق طعم الراحة، قام يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى آخر الآيات. يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إبراهيم الخليل الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة، يقول إبراهيم الخليل الأواه الحليم الرشيد الذي آتاه الله رشده منذ الصغر، يقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام ويقولون: يا موسى، أنت رسول الله، أنت كليم الله، اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي،
موسى الكليم الذي قال الله له واصطنعتك لنفسي، الذي قال الله فيه ولتصنع على عيني، الذي كلمه الله جل وعلا يقول نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف على قدر رسول الله وعلى مكانة حبيب الله عند الله جل في علاه في هذا اليوم العصيب المهيب الرهيب الذي تنكر فيه كل نبي ورسول وقال نفسي نفسي نفسي. يقول عيسى اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول المصطفى فيأتوني، أي فيذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سيد الناس يوم القيامة. قال فيأتوني فيقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، أنت رسول الله وختم بك الأنبياء والمرسلين وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فأقوم فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل، فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل، ويفتح الله علي ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتح به على أحد قبلي بأبي وأمي وروحي، ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه جل وعلا ما لم يفتح به على أحد قبلي. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث هذه مكانة رسول الله، إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي يقول يوم القيامة كل نبي من الأنبياء نفسي نفسي، ويقول الحبيب المصطفى أنا لها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالوسيلة. ما الوسيلة؟ أعلى منزلة في الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالكوثر. ما الكوثر؟ نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من نجوم السماء. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا فأغفى إغفاءه، أي أخذته سنة من النوم ثم استيقظ مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. وفي رواية مسلم قال: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن، وآنيته أكثر من عدد النجوم، وآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عن حوضي كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: